الالتراس ديال المغرب اليوم ما بقاش مجرد جمهور ولا واحد المشهد اللي كيخلي الاوروبيين يسولوا كيفاش كيديروا هاد الناس هادو لهاد الصوت هذا. ولكن باش نفهموا الالتراس خاصنا نرجعوا للاصل ديالو، منين تزادت الفكره وكيفاش خرجت للشارع وكيفاش دخلت المدرجات. بقاو معنا غتعرفوا على هادشي كامل في هاد الفيديو هذا، ونتمنوا تدعمونا ويلا نبداو الخوت. الالتراس ما تزادوش في التلفازه وما جاوش من اوروبا، الالتراس تزادت من الدروبه، من الزنقه اللي فيها الدروبه كاملين مكتوبين بسميه الفريق زائد اللوغو، من الدرب اللي كيتربى فيه صغير وكبير، ولا حب الفريق قبل ما يعرف شكون اللعابه اللي كيلعبوا فيه. مجموعه صغيره من ديال الشباب قلبهم واحد وفكره وحده وحلم واحد، كيبغيو الفريق بلا شروط وبلا مصالح وبلا فلوس. هنا كيتزاد اول مبدا اللي هو الولاء اللي ما كيتغيرش بلا بخساره ولا بالهبوط. الالتراس ماشي جمهور، الالتراس خوت، كتحس براسك في واحد العالم اللي فيه كتفرغ ديك الطاقه السلبيه. اللي كيمشي للتيران باش يتفرج هذاك راه متفرج، واللي كيمشي باش يعيش 90 دقيقه هذاك جمهور، ولكن اللي كيمشي باش يحمل روح الفريق فوق كتافو هذاك هو الالتراس. واش عمرك شفتيهم جالسين؟ ديما غتلقاوهم واقفين كيغنيو من الدقيقه الاولى حتى الاخر ثانيه، وما كيتفرجوش في الماتش بل كيعيشوا. كتجي الدقيقه 80 والفريق خاسر، كتلقى التيران كله ساكت، غير الالتراس اللي واقفين وكيغنيو على فرقتهم. هنا كتفهم علاش اللعابه كيحبوا الالتراس. علاش؟ حيت كيعرفوا ان بعض الناس بديك المدرج خلاو الخدمه ديالو وخلاو القرايه ديالو وجاو باش يشجعوا الفريق ديالو. ندوي دابا على الفن ديال الالتراس. الالتراس هو الفن اللي ما كيتباعش لا في المعارض ولا كيتعلقوا في السماء. اول حاجه التيفو راه ماشي رسمه، راه قصه، راه رساله، راه فكره كتوجد الاسابيع. كيتجمعوا الشباب في المستودع وكيخططوا الا كان خاصهم يقلبوا المدينه كامله غير باش يلقاو اللون المناسب كيديروه. وكيجي نهار الماتش 30 ثانيه وكيطلع التيفو والتيران كامل تحت التصفيقات ديال الجمهور. كل تيفو عنده سبب، مره احتجاج، مره تكون كونتر كلاش، ومره كتكون حكمه كتوصل للعالم كامل. الصوت ديال الالتراس هو السلاح الاول، فيه كتكون الكلمات اللي مكتوبه من القلب وموجهه للقلب. الاغاني ماشي تشجيع، الاغاني كتهم السياسه والاقتصاد والواقع والغلاء والفقر والظلم. وسط هادشي كامل كتلقى جمله وحده اللي كتشدك: الا متنا يموتوا احلامنا معنا. الصوت اللي منين كيدخل لودني كيبقى يومين ما كيبغيش يخرج. اعلى نقطه في العشق ديال الديربي. نهار الديربي كيبدا من قبل بايام، الشوارع تتنوض نزاعات فيها والقهاوي ديما عامرين، ولا الدرب مجموعين وجالسين تيهضروا على الديربي، وكل واحد كيحس براسو جزء من ديك المعركه. الالتراس كيحضر، ما كينعسوش ما كيسكتوش، كيدربوا على الاغاني، كيخططوا الميساجات، كيحضروا التيفوات، وبيناتهم كيتنافسوا وكله كيبين شنو عنده. وكيجي داك النهار بحكم ان مره تربح مره تخسر، ولكن اهم شيء هي كتبان الهيبه ديالك. العقليه ديال الالتراس ماشي فوضى، العكس تماما. ورا كل اغنيه وكل دخان وكل زواق كاين واحد التنظيم منضبط اللي هو الوقت والتحرك والاشارات. حتى كيفاش كيتحركوا في المدرجات كلشي مدروس لداكشي. علاش؟ حيت الالتراس كيشوفوا راسهم جزء من الفريق اللي كيدافع عليهم في الملعب. الفريق ديالهم كيدافع عليهم في الملعب ديالهم، والالتراس كيدافع عليهم في المكان المخصص ديالهم. الالتراس ماشي غير تشجيع، الالتراس مرايه ديال المجتمع. فرا المغرب بزاف من التيفوت والاغاني كانوا رسائل مباشره على البطاله، على الظلم، على الفساد، وعلى المسؤولين، وعلى احلام الشباب. ومع ذلك الرساله كتبقى ديما في عقولنا واللي بيسمى حكمه. هنا كتفهم علاش كيخافوا من الصوت الجماهيري، لان الصوت صريح. الالتراس كيمشيو للتيران كيزهاو كيديروا الواجب ديالهم وكيسالي داكشي وفحال ما كانوش، ولكن الحقيقه راه كتبقى مكتوبه لك في التاريخ. انا مسي من بعد 10 سنين، من بعد 20 سنه، من بعد 30 سنه كيبقى الصوت وكيبقى التشيفو، كتبقى اللقطه وكتبقى حتى الرساله. الفريق ممكن يطيح، ممكن يعرف ازمات، ولكن الالتراس ديما واقفه. واخر الحقائق اللاعبين كيتغيروا، الرؤساء كيتبدلوا، النتائج كتطلع وتهبط، ولكن الالتراس هو الوحيد اللي ما عمرو يبدل الوفاء ديالو للفريق ديالو. كنتمنى هذا الفيديو يكون عجبك، وبكل صراحه الخوت الا شفت واحد الدعم راه غنكمل في هادشي هذا. ودعمونا الخوت، اول فيديو لينا. معكم مافيوزي، تسناو الحلقه الثانيه.